بنستخدم الرخام في حياتنا اليومية، بس عمرك سألت نفسك الرخام ده إزاي بيتم إنتاجه؟ وأثناء تقطيع الرخام إيه المخاطر المهنية اللي بيتعرض لها العمال؟ طيب عمرك فكرت إن في مرض اسمه السيليكوزيس وإن ده بينتج من السيليكا اللي هي موجودة في الرخام واللي بتنتشر في الجو أثناء تقطيع الرخام، وده من أشهر الأمراض وأخطرها اللي بتصيب العمال نتيجة التعامل مع النوع ده من الصناعات. ده جزء من اللي هنتكلم عنه في كورس الاوكوبيشنال اند اندستريال هايجين اللي بتقدمه بلانسيه. لو حابب تعرف اكتر اشترك في الكورس. الدوره متاحه على موقع بلانسيه في شكل فيديوهات مصوره متقسمة لفصول، وبعد كل فصل فيه مجموعة من الأسئلة علشان تتأكد من مدى فهمك لمحتوى الفصل. كمان الدورة نازل معاها مجموعة من الهدايا زي خصم 75% لأول 100 مشترك، وإن حضرتك ليك 5 أيام كاملين من تاريخ تسجيلك تقدر تسترد فيهم كامل قيمة الكورس أو كامل اللي أنت دفعته بدون أي قيد أو شرط، فقط لو حسيت إن الكورس ده مش هو المناسب لحضرتك في التوقيت الحالي. وكمان ليك 20% كاش باك لو حضرتك قدرت تنجز الكورس خلال شهر من تاريخ تسجيلك، وكمان 20% كاش باك تانيين لو حضرتك قدرت تطبق حاجة عملي من اللي انت اتعلمته خلال شهرين من تاريخ تسجيلك. وهتقدر تتواصل معايا مباشرة بدون أي وسيط بضغطة زر هتدوس عليها في أي وقت، هتوصلك بالواتساب الخاص بيا، وهتلاقي الأيقونة دي معاك أثناء حضورك للكورس في كل مكان. عايز حاجة تاني؟ مستني إيه؟ سجل في الكورس.